معبر في أي دولة، يعني أي دولة بينها وبين الدولة اللي جنبها اللي هي حدودهم ملاصقة لبعض، بيكون في حاجة اسمها معبر. المعبر ده صديقي مش بيكون ليه بوابة واحدة، بيكون ليه بوابتين، وبين البوابتين بيكون في منطقة عازلة. معبر رفح بقى ينطبق عليه نفس الكلام اللي بينطبق على كل المعابر بتاعت باقي الدول. يعني لو حد راح عند معبر رفح هيلاقي إن البوابة المصرية مفتوحة، بس لو عديت البوابة المصرية هتبقى دخلت المنطقة العازلة، ودي منطقة يعني يعتبر منطقة حرب، منطقة اللي بيخش فيها بيترصد على طول. يمكن مش من المراقبين اللي من أبراج المراقبة، ده ممكن القمر الصناعي الإسرائيلي أو المصري يرصد اللي في المنطقة العازلة دي، لأن دي منطقة حرب. فمين هيخاطر يخش المنطقة دي؟ طب هنفترض دخلت ومحدش من اليهود كلمك، هتعرف بقى تكسر البوابة الفلسطينية من معبر رفح اللي أصلا مسيطر عليها الجيش الإسرائيلي؟ حد هيقدر يعني يخدش وش عسكري اسرائيلي؟ حد هيقول لي ايه يا عم، هو انت خايف من اليهود؟ انت ما شفتش البطل محمد صلاح اللي دخل خلص له على 5 6 منهم؟ احنا مصريين ما بيفرقش معانا. اقول لك يا صاحبي، يا اخويا يا مصري، افهم، انا ما عنديش مشكله ان احنا نخش في حرب مع الناس دي، بس مش حرب يكون اللي زينا عليها اخواتنا العرب والاعلام العربي. انا موافق ان احنا نخش حرب ونفتح المعبر الفلسطيني ده اللي مسيطر عليه اليهود بالعافيه، انا معاك. بس عارف انت نعمل ده لما الاقي الجيش السعودي والجيش الكويتي والجيش الاماراتي والجيش القطري ده، لو في جيش